مساء الفل. وحشني كتير، بقالنا كتير ما اتكلمناش، بقالي كتير ما طلعتش لايف، يمكن من ساعة نهائي دوري ابطال افريقيا اللي فات، وما كانش عندي الحظ او الوقت ان انا اطلع لايف واتكلم معاكم. لكن النهارده الحمد لله بستغل الفرصة وبطلع واقول اول حاجة مبروك للنادي الاهلي السوبر ال15، هارد لك لنادي الزمالك واصدقاء الزملكاوية. المباراة سريعا كان فيها حاجات تتقال كتير. الناس شايف المباراة كويسة، انا مش شايف المباراة كويسة، انا شايف المباراة فرقتين بيتعازموا على بعض، فرقتين انت ضيع وانا ضيع، طب بص ضيع انت، لا ضيع انت، لا هات جون، لا ما تجيبش جون، لا نجيب جون ونلغيه والجون يطلع اوف سايد، لا اللعيبه مش قادره تجري. ملخص المباراه الشوط الاول، الاهلي لعب مباراه كويسه على الحدود اللي احنا لو قارنا بمباراه السوبر الافريقي فالاهلي لعب مباراه كويسه في الشوط الاول واضاع 3 فرص محققه، منهم فرصتين ما يدعوش. يعني انا ما بفهمش بصراحه، الراجل يروح انفراد يبقى بينه وبين الجون مفيش 3-4 ياردة ويحطها له في الارض والجون فوقيه مفتوح ما شاء الله. يعني خصوصا كرة وسام، لان وسام لو لفها في الناحيه الثانيه الكره جون. كرة الشحات بقى ولا اسهل، ولا يعني مش اسهل من كده، انت لو عملتها تشيب من فوقيه جون خلاص القصه خلصت. لكن الاهلي عنده مشكله من مشاكل كتير. اول حاجه طبعا ضياع الفرص اللي حصل النهارده. كرة يحيى عطية الله الضربه الحره اللي عملها حلو الصراحه، ودي يمكن الحسنه اللي عملها يحيى عطية الله في المباراه، بالاضافه طبعا البلن اللي حطه. لكن الاهلي كاهلي انا مش مع الجماهير اللي شايفه ان الاهلي اعاد والاهلي استعاد قواه ولا اي حاجه، يعني ما فيش حاجه خالص. اولا الزمالك ما كانش موجود الشوط الاول نهائي، يمكن باستثناء لقطه الهدف اللي اتلغى واللي هي لما الفار رجع لقاها اوف سايد. غير كده الزمالك ما كانش موجود تقريبا، رغم ان الزمالك المفروض ان هو اللي داخل الماتش عنده حاله معنويه اعلى، واخد السوبر كسبان الاهلي ومنتعش وجاي بقى ايه عايز يفرض سيطرته وعنده الدوافع اعلى. لكن الزمالك في الحقيقه حط نفسه في ضغط في المشكله الاخيره اللي حصلت، من المشكله اللي لسه لعيبه الزمالك فيها لحد دلوقتي مع الجهات القضائيه في ابو ظبي. المشكله دي فعلا ضغطت على لعيبه الزمالك وخرجت ما حدش يقول لي ما خرجتش اللعيبه، خرجت اللعيبه عن تركيزها لا محال، حتى لو كان هو لعيب واحد بس منهم اللي كان ممكن يشارك اللي هو مصطفى شلبي، ولكن القصه هنتكلم عليها بعدين. لكن الزمالك ما كانش موجود في الشوط الاول. الاهلي وكولر ما استغلوش القصه دي، الاهلي جري كتير في الشوط الاولاني وضيع واستحوذ وعمل اداء كويس وفرض نفسه على الملعب. ناس كانت معترضه على مشاركه طاهر محمد طاهر في حاجه سريعه جدا كده. هقارن طاهر محمد طاهر برضا سليم وبيرسي تاو. المشكله ان طاهر تفوق عليهم مش مهاريا، لكن طاهر تفوق عليهم تكتيكيا جوه الملعب، طاهر تفوق عليهم بالجديه. شوف رضا سليم لما نزل، وهو نازل في وسط ما يعني خلاص الفرقه تقريبا ما بقاش فيها اي مخزون بدني، والزمالك نفس القصه، يمكن كان الزمالك اعلى شويه من الاهلي، لكن رضا سليم بيقف على الكوره بطيء، مش عارف هو عايز يعمل ايه، ما عندوش حته السرعه واروح واخد واجري. فبالتالي انا مع كولر ان هو ما يبداش. طيب بيرستاو بقاله اكتر من نص موسم مش موجود، يعني اللعيب بقى عالة على الفرقه، لعيب بتشوفه ما بيخلصش، لعيب بيتكعبل الكره في رجله كتير، ما عندوش حسن تصرف. فبالتالي لا، ما اقدرش اخاطر بيه في مباراه زي مباراه الزمالك وانا هيبقى عندي جبهتين من نار. جبهه الراجل محمود بن طايق، الراجل ده يا جماعه لعيب كوره، انا قلت المره اللي فاتت لعيب كوره جامد، الراجل ده ظهير بمعنى الكلمه، وخامه كويسه وكواليتي احسن من ناس كتيره جدا عندنا في مصر، تمام. فبالتالي هيعمل معاك جبهه وراجل بيروح، يعني عكس عطيه الله ما طلعش كتير، لكن بن طايق راح كتير جدا. فكان لازم كولر يفكر يقفل الحته دي ازاي. فكان لازم طاهر محمد طاهر، لان طاهر بيقدر يشترك بدني، طاهر بيقدر يرجع، طاهر عنده الحته التكتيكيه اعلى كتير من رضا سليم ومن بيرسي تاو. الناحيه الثانيه في الزمالك كان عندك عمر جابر ومعاه زيزو، طبعا جبهه عالميه، جبهه عامله مباراه سوبر عليك، جبهه يعني تمام. بالاضافه ان انت خارج من ماتش سيراميكا مش الاهلي، سيراميكا لعب عليك ماتش، خد منك الاستحواذ، احرجك، انت اتقدمت وهم اتعادلوا وانت اتقدمت، ولكن كانت المباراه على صفيح ساخن زي ما الناس بتقول. فالاهلي ما كانش باين قوي ان هو عنده مقومات ان انت تقدر تلاعب الزمالك. فالناس توقعت ان كولر هيعدل بقى الدنيا، تمام. كولر شاف ان طاهر
افضل واحد يقدر يلعب في الحته دي، بالاضافه ان الراجل على المستوى المعنوي كمان منتعش، عنده جونين، جاب جونين الماتش اللي فات، فطبعا يبقى ايه داخل معانا الاجواء، في ظل كمان تراجع غريب جدا لمستوى وسام ابو علي. ما اعرفش ممكن تكون الاصابه، ممكن تكون لسه بدايه الموسم التجهيزات، ولكن وسام بقاله يمكن 3 ماتشات بيضيع حاجات غريبه، حاجات غريبه جدا. بيفكرني بنسخه وليد ازارو. وليد ازارو لما جه الاهلي نفس الطلعه، انفجر، عمل بومينج، بعدين الكيرف نزل، بعدين شكرا مش. اعتقد وسام مش نفس الخامه، لا مش نفس العقليه، بس وسام في حاجه مش مظبوطه لازم الجهاز الفني يشتغل عليها، ولازم وسام نفسه يفكر فيها، لانه اضاع النهارده كوره ما تضيعش، كوره ما تضيعش خالص، بالاضافه للتصرفات، يعني التصرفات بتاعت الكوره بتاعته بقت غريبه جدا. طيب الاهلي بيعاني، الاهلي بيعاني، مفيش كلام. الناس كانت بتقول محمد هاني، ومحمد هاني عنده مشاكل. اتضح للناس ان الاهلي ما عندوش بديل لمحمد هاني. حتى اكرم توفيق لعيب كويس جدا وراجل ولعيب بيلعب برجوله قوي، وعنده الروح عاليه، ولكن اكرم ما هواش محمد هاني. محمد هاني بيزيد، بيعرف يرفع احيانا، لكن اكرم ما بتعرفش بيفكر في ايه، يعني ما تعرفش عايز يرفع، عايز يعدي، عايز يشوط. لكن اكرم في المجمل طبعا عمل مباراه كويسه، خصوصا في الجبهه اللي كان بيلعب عليها بنتايكو لما نزل الراجل الثاني مش لك، فعمل جبهه حلوه جدا. ولكن اكرم عنده مشكله العنف الزايد او التدخلات الزايده، اولا انذارات، ثانيا ممكن هو يتصاب، يعني هو كان ممكن يطرد الماتش اللي فات، وكان ممكن يطرد الماتش ده، تمام. فدي مشكله اكرم، ومشكله غياب محمد هاني، وغياب البديل، لان كمان عمر عبد الواحد انا مش شايفه باك يمين يا جماعه، انا مش شايف عمر عبد الواحد باك خالص. عمر ما عندوش الحته الدفاعيه دي نهائي. هو سريع، فانا لو انا مدرب هلاعب عمر ده وسط ملعب او هلاعبه وينج، لكن ما لاعبوش باك خالص، لان بيتضرب بسرعه جدا وبيترقص بسرعه جدا جدا، بيخش في بعض الاحيان بلغه الكره بايع نفسه. طيب دفاع الاهلي في القلب النهارده، ياسر تفوق على نفسه، ياسر النهارده بصراحه جماهير النادي الاهلي عمل مباراه عاليه جدا جدا، ورامي استمر في كيرف التالق، ولكن رامي مشكلته طبعا الاصابات، وان احنا لما بنلعب عليه كتير بيتصاب. فرامي كتر خيره اتصاب النهارده، راجل عامل موسم كبير الموسم اللي فات، بادئ مع المنتخب كويس، بادئ مع الاهلي كويس، ولكن في النهايه اتصاب. نزل لنا يوسف ايمن، مباراه صعبه جدا انك تحكم فيها على لعيب زي يوسف ايمن، بس المفروض انا جايب لعيب محترف، يعني فانا جايب لعيب محترف، يبقى انا راجل عندي كفاءه احسن من اللي موجود. هو حظه وحش انه اتخبط الخبطه اللي جت في دماغه مع لاعب الزمالك محمد السيد، طبعا عملت له مشاكل، وكان واضح عليه جدا، كل شويه يمسك دماغه ويوطي، وكان في حاله من عدم التركيز. بس الاهلي ما عندوش مدافعين بره، اشرف داري متصاب خلاص، ما عندكش حد تاني بره، ما فيش في السكواد بتاعك حد يقدر يملى الحته دي، ودي مشكله بقى. هرجع هنا اقول لهم على كولر واقول له طيب انت اخترت في وسط الملعب كوكا وقفشه، ومروان وامام، فين عمر الساعي؟ هو ده انا جايبه ب 50 مليون جنيه اديتهم للاسماعيلي كده عشان اقعدوا للماتش الخامس بره التشكيل، يعني فين عمر الساعي؟ هل انت عايز تقنعني ان عمر الساعي او كوكا ربما هو افضل من عمر الساعي؟ طيب انت في المباراه لما كوكا اتصاب ونزلت السوليه مجهود بدني قل كتير، لان طبعا السن، كنت ممكن تشرك عمر الساعي لعيب ما حدش يعرفه في الزمالك، ما شافوهوش معاك قبل كده، يعمل لهم ربكه، لعيب صغير في السن قوي بدنيا يقدر يأدي احسن في مباراه زي دي، خصوصا ان الشوط الثاني الزمالك عالي وبدا يمسك كرة ودخل في الجيم، بل وضيع 3 فرص محققه. فده لغز عندي على كولر على عمر الساعي. امتى هنشوف عمر الساعي في الملعب؟ امتى عمر الساعي يدخل تشكيله الاهلي؟ ما اعرفش. الحاجه الثانيه، طرفين الاهلي، سواء كان احنا اتكلمنا على طاهر، نتكلم على الشحات برده لسه ما جاش، يعني الشحات لسه ما جاش خالص، ما فيش حاجه. مروان عمل ماتش كويس، مروان كان كويس دفاعا وجريا في الكوره وتمام، بس مروان بتنقصه بقى حته لما الكوره بتجيله احيانا ما بيعرفش يعمل ايه، فبيستعجل، يا اما بيرجع ورا، يا اما بيقوم حاطط واحده طوليه قدام، راحت ما راحتش، لكن لما بيركز بيعمل كور كويس. بس مروان محتاج يلعب في حته شويه. امام ما جاش. امام انت ممكن تفهم ان مش لازم انا اللي اجيب الجول، ممكن اكسب وزميلي هو اللي يجيب الجول، لكن امام مركز قوي مع الجماهير مع السوشيال ميديا. هتقول لي يا عم ده حلقه شعر، هقول لك تمام 100 وخد براءه تمام، الف مبروك، بس امام ما جاش الموسم ده نهائي، ما فيش، لازم يرجع امام نسخه الموسم اللي فات. وخد بالك ان جمهور الاهلي مش بيصبر كتير، يعني تمام. الحاجه اللي بعد كده اتكلمنا على اسامه ابو علي خلاص، واتكلمنا على طاهر. نتكلم على التغييرات. انا ما شفتش التغييرات اضافت للاهلي حاجه خالص، كلها يعني فيها تغييرات اضطراريه، ما فيهاش تغييرات. انا حسيت يعني قلت رضا سليم، كنت مستني رضا سليم نسخه الجيش الملكي اللي كنا بنشوفه، لكن هو من ساعه اصابته، من ساعه ما جه الاهلي في اول الموسم اللي فات واتصاب، خلاص كده شكرا، اصبح موظف واصبح لعيب اقل من المتوسط. تقدر تجيب لعيبه ثانيه تلعب اكتر منه، وتعالى اتفرج على في لعيبه ثانيه بتلعب في الدوري
احسن منه وعندها مستوى احسن منه، فعلامه استفهام على استمرار رضا سليم لحد دلوقتي في الاهلي. نفس العلامه دي استمرار بيرسي تاو، كان لازم واحد من الاثنين دول يخلص يتقول له شكرا وتقعد، عايز تقعد تاني بس على الاقل مشي واحد، لان الاثنين طول الوقت انت ما بتلعبش يوم اساسي. انا مش فاهم اجيب لعيب محترف اجنبي واخد مكان لعيب مصري وبياخد بالدولار ومقعده بره احتياطي وحالا ما بلاعبوش وما عنديش الثقه فيه. طب ما اخليه جنبي ليه؟ ما اعرفش. ده كده تغيير رضا سليم. عمر كمال عبد الواحد ما اعرفش كانت ايه فكره التغيير، يمكن عشان اكرم والانذارات وحسوا ان اكرم هيطرد فسحبوا اكرم ونزلوا عمر كمال. لكن بين قوسين دكه الاهلي فيها مشاكل كتير، دكه الاهلي مش جامده، ما عندوش الخيارات البديله. كان عندك زمان حمدي فتحي بتتزنق بتقوم مرجعه مساك، بتتزنق بتقوم مرجعه باك يمين، مش عارف بتلاقي حلول. قفشه بقى يا جماعه انا مش عارف الصح، قفشه النهارده غريب جدا يعني، ميس باص كتير بطريقه صعبه. قفشه النهارده في كوره رايح هو وجون واثنين جنبيه ورايحين 3 على 2 في دفاع الزمالك، فضل يتباطأ لحد ما عبد الله السعيد ذو ال 40 ربيعا رجع قطعها منه على سن ال 18. ما اعرفش ليه، ما اعرفش يعني. قفشه انت كنت مستني ايه يعني؟ نجيب لك تاكس تروح تحط الكره في الجون او تباصي؟ الاثنين كانوا فاتحين لك الجبهتين، على عدل بيرسي تاو بشماله يحطها، الناحيه الثانيه عدت حسين الشحات بيمينه يحطها، انت فضلت ماشي 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 مفيش اي حاجه. طيب الشناوي النهارده صالح جماهير الاهلي. تعال اقول لك الشناوي النهارده عمل ايه. الاهلي النهارده والزمالك لعبوا 9 ضربات جزاء، الشناوي راح مع ال9 ضربات جزاء اللي اتشاطوا عليه، مع ال9 اللي اتشاطوا عليه الشناوي راح معاهم، نجح في صد 2 وواحده ضاعت. هو ضربات الجزاء خلصت 7-6، الشناوي صد 2 وواحده ضاعت، راح مع كل الكور اللي اتلعبت عليه النهارده في كل الزوايا، بدل انه كان قريب جدا من كره ناصر المنسي، وكان قريب جدا من كره مش فاكر مين من الزمالك اللي حطها وكان ممكن يجيبها. لكن فهو عنده النهارده الشناوي راح مع ال9 كور. النهارده الشناوي بيصالح شويه جماهير الاهلي، وان كان الجون اللي اتلغى رد فعل الشناوي فيه كان غريب، والكورنر اللي جه بعدها بتاع مشلاك كان غريب، كان في حاجه غلط. هل الشناوي مصاب؟ طب انت بدات بشوبير الماتش اللي فات وشوبير عمل مباراه كويسه جدا الماتش اللي فات وشالك، النهارده انت بترجع للحسابات تاني فبتقوم حاطط الشناوي فوق ومقعد شوبير. وبصراحه شوبير يعني هيبقى غالبا يعني يطلع زي ابوه، يطلع بقى ايه ايوب جديد، يلعب يا ابني العب، اقعد يا ابني اقعد، حاضر شكرا مفيش مشاكل، الراجل ما عندوش مشاكل. لكن العدل في الكوره مطلوب. الراجل لعب الماتش اللي فات وعمل مباراه كبيره، لا يسال عن الهدف اللي دخل فيه، بالعكس ده شالك، فانت النهارده قعدته بره ولعبت الشناوي الخبره. اوكي تمام، الشناوي طالع في ضربات الجزاء وربنا وفقه وقدر يصد ضربات جزاء وقدر يصد ضربتين جزاء انا شايفهم بصراحه كان لازم يتصدوا، لان المسلوسي بيشوط ضربات جزاء حلوه جدا، وطبعا شيكا كان داخل ياخد اللقطه ويكسب ويعمل القصه دي. فطبعا ان الشناوي يشيل الكوره دي بعد ما كمان يوسف ايمن ضيع، يعني معنويات بتبقى وحشه، وخلاص الزمالك كان بيستعد ان هو يحتفل، فالشناوي بيرجعك تاني بصد الكوره شيكابالا. في الاخر عمر جابر بيحطها بره. عايز اتكلم على حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد عمل ماتش حلو قوي النهارده الصراحه. حسام عبد المجيد النهارده كان احسن واحد في دفاع الزمالك بالكامل بالاربعه، ياتي وراه بنتايك انا قلت لعيب كويس، بس حسام عبد المجيد النهارده عمل ماتش حلو، قطع كتير، قرا كور كتير، كان بيطلع كور من رجليه كويس، فده كان كويس. بالاضافه لمحمد عواد طبعا النهارده اللي لعيبه الاهلي نجمته على حسابهم. النهارده الاهلي لعيبه الاهلي نجمت محمد عواد، لان انت لما تروح منفرد بحارس 3 مرات والحارس صدها منك بالاربعه بالكره الاوفسايد بتاعت بيرسي تاو، في حاجه غلط، في حاجه غلط. يعني الجون، كل الجون اللي انت شايفه ده تحطها في رجل الراجل اللي قاعد قدامك في الارض اللي بينك وبينه، رقصه، حطها بوش الخارجي يعني تشيب. احمد فتحي عملها قبل كده في نهائي الكاس قدام المصري، احمد فتحي الباك اليمين بتاع الاهلي. لكن انت نجمت عواد وخليته دخل في المباراه واديته الثقه. جون في اول ماتش بتاع اسامه ده، لو بتاع وسام ده لو جه كانت القصه دي انتهت، كان الزمالك خلاص اتفتح ووقعوا بدنيا ونفسيا ومعنويا وكنت انت كسبت. لكن ازاي لازم تصعبها على نفسك وتوصل لضربات الجزاء. ملخص الحكايه حرفيا بتفق، الفرقتين ما يستحقوش يكسبوا، وده اللي انت ممكن تحس ان في ماتش سريع وبتاع، بس هو مفيش اي حاجه. يعني جوميز الشوط الاولاني الزمالك انا مش عارف ايه تشكيلته او ايه طريقه لعبه، بتلعب بناصر وعبد الله وحاطط شحاته وحاطط زياد اللي كان عامل جاب كبيره جدا، هو لحق نفسه بس نزل مشلاك عشان يعمل ايه ما اعرفش. مشلاك انا مش عايز احكم عليه بسرعه، الماتش اللي فات اللي لعبه كان قلت كويس، بس النهارده انا شايفه لعيب عادي، يعني افكاره عاديه خالص، ما اعرفش بقى حد عضه ما اعرفش، بس هو اول مباراه ظهر فيها في السوبر كان كويس جدا، النهارده ما كانش كده تمام. الجزيري هو الجزيري احنا عارفين بيجي له واحده بيخلصها،
لكن الزمالك ما كانش مفهوم الشوط الاول. الشوط الثاني الاهلي بقى وقع بدنيا، ودي بقى علامه استفهام لجدي كولر. هو بكل المعدين اللي معاك والناس الجهاز الفني اللي معاك والراحه اللي انت اديتهم للعيبه، واللعيبه استجمت واللعيبه عملت اللياقه البدنيه تحت كده ازاي؟ تحت خالص. في لعيبه مش قادره تجري، والكرامبات اللي اللعيبه بتتصاب بيها كل شويه، حسين الشحات، امام عاشور، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، الراجل عمر كمال. القصه دي يا جماعه فيها علامه استفهام، ولازم الناس تفكر ليه لعيبه الاهلي واقعه بدنيا كده. طبعا انت ما استغلتش الميركاتو بان انت تجيب صفقات وقلت اللي عندي كويس وقافش قوي ان انا مش عايز حد من مصر، لكن النهارده واضح ان انت محتاج. النهارده واضح. النهارده ده لو يوسف ايمن كان طلع كنت هتعمل ايه؟ هو الراجل كمل على فكره، ودي حاجه تحسب له رغم انه ضيع ضربه جزاء، بس هو كمل لان مفيش حاجه، مفيش حد قاعد بره. هتنزل مين؟ ما هو انت مفيش غير حمزه علاء ومصطفى شوبير، هتنزل مين فيهم يلعب مساك؟ ما عندكش تغييره تعملها. حتى الولد الصغير اللي قاعد بره محمد عبد الله مش مساك، بيلعب طرف، فهتنزله. فهتلاعب مين بقى؟ هترجع عمر كمال عبد الواحد، خربت. فانت تشكيله الاهلي بالسكواد بتاعه يبان من الفريم من بره انه كويس، لكن مع احترامي لا، انا شايف الاهلي محتاج شغل كتير، ومحتاج تنزل بالاعمار. يعني في لعيبه لازم تنزل بيها شويه. في لعيبه كنت ممكن تفتح لها السكه بتاعت مع السلامه، ما مشيش ديانج، امشي السوليه. تمام؟ مش عارف امشي بيرسي تاو، امشي رضا سليم. تمشي كده الحكايه، تمشي كده. في النهايه الاهلي بيكسب الزمالك في مباراه ديربي، يعني كان متعصب زياده عن اللزوم، وبيكسب الاهلي بضربات الجزاء او بضربات الحظ الترجيحيه 7-6 بعد ما كل فرقه شاطت 9 ضربات جزاء. لكن في سؤال بقى مهم جدا اوت اوف كونتكست كده، هو اللي حصل الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، مشكله لعيبه الزمالك مصطفى شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد. انا بس عايز اقول كلمه، يعني انت رايح دوله ليها قوانين، ودوله هي المضيفه ليك ومستضيفاك علشان في بيزنس از بيزنس. انت بتاخد فلوس، هم بيستفيدوا، بيعملوا ترويج وتفر السبب اللي انت رايحه. الناس زعلانه وبتقول لك الصوره اللي اتنشرت والثلاثه واقفين وما يصحش وازاي، واحنا كمصريين مش المفروض نقبل ده. باشا الناس دي ما كانتش واقفه تاكل ايس كريم فانا جيت قبضت عليهم. معلش يعني لو شفت المشهد، وانا بتكلم بكل حياد، يعني بتكلم بكل، انا اول واحد طلعت وقلت حسين الشحات لازم ياخد على دماغه. بس انت لو شفت المشهد هناك مش كده. جري، ده انت كسبان الماتش، جري وتجري من ورا الدكه وتنط تخبط الراجل برجليه، والتاني مش عارف ايه، والتالت يمسكه. ليه؟ ما انت كسبان، يعني معلش انت كسبان. طيب هو مشجع، ما هواش راجل امن، هو رجل اماراتي عادي او مواطن تاني عادي واقف في الملعب. انت داخل تتخانق معاه ليه؟ ليه؟ انت في بلده، في منطقته، في شارعه، في حارته، لو اتلموا عليك كلوك. لكن الناس قالت لك تعالى، في قانون عندنا، احنا ما احناش قاعدين هنا في معلش يا كابتن اصل الدكتور مش عارف مين ولا اللواء مين كلمني ولا والقصه خلصت. لا طبعا. فالصوره دي هتحملها اصحابها، انا ما اتحملهاليش. ما تجيش تقول لي انت ازاي يا مصري قاعد واقف ساكت وموافق على الصوره دي، ولا مش عارف. انا مش فرحان لانها مش فرحه، دي خيبه، دي خيبه فعلا. بس ما تجيش تحملني تقول لي انت ازاي الصوره يا باشا. وانا الصوره ديت بتاع الثلاثه كانوا واقفين في حالهم واتقبض عليهم ظلم، كنت اول واحد ارفع واقول لك ازاي وكمان هناصرهم ولا هتضامن معاهم. لكن دول ناس عامله مشكله. وخد بالك ان انت ساعه حكايه الشيبي والشحات، فاكر انت الشيبي والشحات؟ ما انتوا قعدتوا تقولوا بنحبك يا شيبي تاني ماتش على طول، تاني ماتش على طول. ما وقفتش جنب اخوك المصري ساعتها، اشمعنى دي؟ وان كان الشحات خلص والشحات غلط. وخلي بالك ان الاهلي عاقب الشحات، واتحاد الكره عاقب الشحات، والمحكمه عاقبت الشحات. وانت شفت الشيبي هو بيحاول يبطل الشحات كوره، ومع ذلك انت ما عندكش مشكله. انت طول ما انت ماشيها احنا يمين ولا شمال، اهلي ولا زمالك، العقل بيروح منك. لكن انا بكلمك على حاجه حياديه جدا. 3 اعتدوا على واحد، الواحد عايز حقه، شكرا. كان هيبقى ايه المنظر لو قوات الامن مسكت ال3 دول في الملعب عدمتهم العافيه؟ على فكره كان ممكن الشرطه الاماراتيه كانت ممكن تتدخل تمسك ال3 دول بقى عزق وعدم كان يبقى المنظر يعني كان هيبقى حلو بقى ولهم خناقه. بعدين معلش ما تجيش تقول لي اصل انا النادي اللي عمل مش عارف ايه. سيادتك بعد المباراه، بعد الحادثه دي على طول، اول كلام خرج من ناديك ان هنسحب، انا بره، انا بتعامل بمعامله وحشه. مين ده اللي معامله وحشه يا عم؟ صباح الفل، كلنا رحنا وعارفين.
فما تجيش تقول لي انا النادي، اصل النادي هو اللي بادر بالعقاب. النادي لم يبادر بالعقاب، ده النادي ثبت ان هو وقف مع الموضوع وقال لك انا هنسحب وانا بره وانا هعمل وانا هسوي والماتش هيتلعب، لا مش هيتلعب، لا القصه كذا. طب انت بقى عايز نعمل ايه؟ انت عايز نعمل ايه؟ الناحيه الثانيه وقعت كهرباء في ثانيه بره. وعلى فكره انا اصلا ضد وجود كهرباء في الاهلي، لان الانسان اللي ياخد اكتر من فرصه وما استغلهاش ما ينفعش يقعد في المكان ده، حرام. والعقليه دي حرام. يعني انت كهرباء برضو انت ما لعبتش اساسي، اهلا وسهلا خير يعني، ولو لعبت بتعمل ايه يعني؟ هو الراجل المدرب اختلفنا اتفقنا، ظلمك مش ظلمك بيعمل حاجه، خلاص يا باشا هو شايف هو اتحمل. زيك زي اللي كانوا قاعدين بره، ما في لعيبه ما بتلعبش خالص، ده في لعيبه بتيجي ما بتخشش حتى السكور، ما بتقعدش بقى على الدكه، ما بتخشش السكور. انت كنت جايب عمر الساعي نجم فرقته والراجل اللي بيلعب وسط ملعب كل الماتشات، جايب اشرف داري جايبه من فرنسا بيلعب مدافع منتخب المغرب في كاس العالم، ما دخلش القائمه معاك ماتش. انت لولا يحيى عطيه الله ما عندكش بدايل، وهو مش مقتنع بالدبيس وكريم فؤاد اتصاب، ما كانش هيشمها اصلا، او ممكن ما كانش هيجي اساسا. فكهرباء، لا كهرباء خلاص بقى قصه، شكرا يا عم السلام عليكم، كفايه. احنا مسكنا، بص ما تدخليش القصه في قصه ان الشحات سب ما اعرفش الدين والتاني ما اعرفش عمل ايه. احنا وقفنا كل الناس على فكره، راجع كده كل الاهلاويه كانت ضد حسين الشحات. انا عامل حلقه وممكن اشيرها، طلعت وقلت كده لازم حسين الشحات يتحاسب. فانت ما تجيش تقول لي النهارده اصل والله اللعيبه اللي عملت المشكله في الامارات مظلومه ولازم يطلعوا وفلان هيتدخل. باشا ده معلش يعني مش عندنا الكلام ده، هو ريت اللي عندهم يبقى عندنا. انما انت راح وجاي وناطط ومكسر واصلا لابس تيشيرت احمر، ايه لابس تيشيرت احمر يعني ولا لابس تيشيرت ازرق؟ انت مالك؟ خليك في حالك يا ابني، خد بعضك وامشي. لكن ليه؟ ما احنا عملنا ده والجماهير بتسقف لنا ومجلس الاداره بيطلع يعظم لنا والبرامج تجيبنا واحنا ماشيين نعمل كده ونلبس نظارات اي كلام. فانا مش متضامن معاهم على فكره خالص. ولو كانوا لعيبه الاهلي كنت هقول كده، ياخدوا فوق دماغهم. انت نجم، نجم في بلدك، بس على القانون لا يا حبيبي، وبره لا يا حبيبي، الناس دي ما بتهزرش وتعلم. فانا مش متضامن مع لعيبه الزمالك، ربنا يحل المشكله من عنده والقصه تخلص، فانا مش متضامن معاهم خالص. ولا تيجي تقول لي اصل انت ازاي كمصري، انا ما شهرتش الصوره ومش شهرها، بس انت ازاي كمصري قابل وطنيه نقح عليك؟ وطنيه ايه يا باشا؟ ما نقحتش عليك ليه لما كان الشحات هنا والتاني دخل ضربه في رجله؟ الماتش اللي بعديها على طول جمهور الزمالك مع بيراميدز، بنحبك يا شيبي وتعالى يا شيبي، والله هنجيب الشيبي الزمالك، يلا بالسلامه، خدوا الشيبي وخدوا القندوسي وخدوا اللي انتوا عايزين تاخدوه. العقليه بتفرق. اخيرا مبروك للاهلي البطوله ال15 في السوبر المصري. هارد لك لكل اصحابي الزملكاويه، رغم ان ما حدش من صحابي الزملكاويه عمره مره قال لي مبروك، اللي قليل قوي منهم يعني، بس هارد لك لاصحابي الزملكاويه. المباراه ما كانتش مباراه يعني اللي هو تليق باسم مصر، والبطوله نفسها انا معترض عليها، ان انا اروح اعمل سوبر 4 فرق واخد الاربع فرق، والقصه دي يعني قصه، لا انا اخد بطل السوبر وبطل ولا بطل الكاس وبطل الدوري، شكرا السلام عليكم يا عم الحاج، وخلاص الموضوع خلص. ده كان لقاء معاكم بعد غياب طويل جدا، دمتم سالمين، اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.